السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم الفيديو جديد. وصفتنا اليوم غادي تكون هي مسيمنات صغار بالورقه ديال البسطيله او الورقه ديال الشينوا، حيت يمكن لكم تصايبوهم بهم بجوج. تيجيو ساهلين بزاف الا هكا بغيتو تبدلوا شويه انكم ما تبقاوش ديروا العجينه الخاصه بالمسمن. فوصفه اليوم اكيد غادي تنال اعجابكم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. نبداو اول حاجه بالحشوه. غادي ناخذ هنايا بصله كبيره قطعتها مربعات صغيره، درت عليها الزيت وغادي نزيد عليها الملحه ونخليها كتشحر مزيان فوق من العافيه، كتكون متوسطه ولا مهيله. من بعد ما كتشحر البصيله مزيان غادي نزيد واحد جوج حبات كبار ديال الخيزو اللي طحنته. كنستعملوا خيزو بزاف في الحشوات لانه تيجي زوين، تيخلي الحشوه تجي معلكه. تيعوض لينا شحال من حاجه. من بعد ما غادي تشحروا مزيان خيزو البصله غادي نزيد الكفته. انا اليوم درت الكفته ديال البقري هكا الحمراء. تقدروا ديروا طريفات ديال الدجاج، كفته ديال الدجاج اولا ديال لاداند، اي حاجه عندكم بغيتو ديروهم غير بالخضر حتى هما راه تيجيو زوينين. غادي نزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس، المهم ماشي شويه، شي جوج معلقات نيت عامرين. توم غبره على حسب الذوق ديالكم. نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال التحميره على حسب اللون وحتى المذاق، وراس المعلقه صغيره ديال السكينجبير. غادي نخلط هادشي هذا كله مزيان باش كتدخل ديك العطريه في الكفته، وحتى الكفته ما كتبقاش مكوره لينا. هنايا كتشوفوا بديك لا سباتولا راني كنحرك وكنضغط عليهم مزيان. من بعد غادي نزيد واحد الكميه ديال صلصه طماطم. هنايا درت هاد الصلصه كتكون جاريه، الا بغيتو ديروا مطيشه الحك فغادي نزيدوا واحد 4 كاس ديال الماء وتحركوه مزيان وتخليوه حتى كينشف. هذه مع كيف قلت لكم جاريه ماشي مشكل، زدتها نيشان. وغادي هنا نرجع نحركها حتى هي باش كنخلطها مع كل شيء. واكيد راه بلا ما نقول لكم العافيه راه كتكون مهيله. صافي هنايا من بعد ما خلطت كل شيء مزيان راه الحشوه واجده. هذه حاجه اختياريه الا بغيتوها، كتزيدوا واحد شويه ديال الفرماج محكوك. انا صراحه كتعجبني الحشوه سوا ديال البريوات اولا ديال المسمن تكون معلكه، فداكشي علاش كنزيد ليها الفرماج. ما بغيتوش تزيدوه فما كاين حتى شي مشكل. كتجينا الحشوه على هذا الشكل هذا. غادي نخليها على جنب حتى تتبرد تماما. هنايا غادي نجيب باش غادي الورقه اللي غادي نستعمل هذه ديال الشينوا الخضراء من الاحسن لان هي الرقيقه، كتجي الغوز موراها شويه غليظ عليها، فانا دائما تنستعمل هذه الخضراء. بالنسبه للخليط اللي غادي نرطبوا فيه الورقه غادي ندير جوج بيضات، كاس ديال الحليب، وواحد جوج معالق ديال الزيت. هادوك حتى من بعد عاد غادي نزيدهم. دابا كنطرب البيض مع الحليب مزيان وكنزيدهم. الا ما كانش عندكم البيض تقدروا ديروا الحليب مع نص كاس ديال الزيت، ولكن بالبيض كتجي احسن. انا جربتهم بجوج، المهم ما جاش شي فرق كبير، ولكن بالبيض احسن. غير قلت نقولها لكم الا ما عندكمش البيض فكديروا كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت. هنايا الورقه غادي نحلها وناخذ غير اللي غنخدم بها ديك الساعه، وغادي نرد الاخرى لانها حتى هي راه كتقصح شويه بالخصوص من الجنيبات. دابا هنا غناخذ ورقه وحده وغادي نغطسها في هذا الخليط بهذه الطريقه اللي موضحه في الفيديو. فعاود ما تعصروها بيديكم، ديروا ليها هذه القضيه هذه هكا. حاولوا ديروا شي زلافه كبيره ولا شي بول وجروها من الجنب، فكتنقص ديك الزياده اللي كتكون فيها ديال داك الخليط ديال البيض والحليب والزيت، بلا ما تحتاجوا انكم تعصروها. من بعد عاد تبداو تحلوا فيها تاني. حطيتها فوق من سطح العمل، وغادي نزيد من ديك الحشوه ندير الوسط. كنديروها على شكل مربع. داكشي علاش قلت لكم من الاحسن ديروا الحشوه تكون معلكه باش كتجيكم مربعه نيشان. نتوما هاد الحشوه هادي انا كنقاده كيف ما بغيت، صافي درتها مربعه تبقى مربعه لانها معلكه بزاف. وكنتنيوها بحال الرغيفه، غير هي في اللويه الاخرى كندير الطرف الفوق وكنقلبها وكندير الطرف الثاني لتحت باش ما كتجيناش جهه غليظه فيها الورقه وجهه عامره بالحشوه. تيجيونا قد بحال الطريقه اللي كنديروا الرغايف منين كنديروهم بالعجينه وكنبغيو نديروهم في الفران. فانا كندير لهم نفس الطريقه، كندير جهه لتحت وجهه الفوق باش كيجيو فيهم نفس العبار ديال العجينه. وهنايا غادي نكمل حتى غادي نكمل ديك الحشوه اللي عندي كامله. ها طريقه سهله يعني، راه كلشي موضح في الفيديو. وصافي بحال هكا كنستمر. يعني خصكم تغطسوها مزيان في داك الخليط، يعني ماشي تخشيو غير جنب واحد ولا، خصها تخشى مزيان
باش كتفزك ديك الورقه وكتولي رطبه بزاف. هي اصلا رطبه وكتزيد ترطب بهذا الخليط. الا ما عرفتوش انكم ديروها هكا مربع نيشان، لا عندكم شي مقطع هكا ولا مقطع ديال الحلوى يكون كبير مربع، فكتديروه الوسط وكتعمروه بالحشوه باش كتعطيكم شكل مربع. دابا منين غادي نبغيو نطيبوها غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت. انا راه كنت خليتهم مده تقريبا شي 3 السوايع، غير غطيتهم بالبلاستيك باش ما كتنشفش. غطيتهم وخليتهم حتى هكا قرب الوقت وبديت كنطيب فيهم. كندهنوهم شويه ديال الزيت وكنطيبوهم في مقله ولا بلانشا اللي عندكم تكون سخونه، ومن بعد كنقصوا عليها، حيت دغيا كتحرق هاد الورقه ماشي بحال العجينه العاديه ديال المسمن. صافي وكنبقى كنحطهم بحال هكايا، ومن بعد كنبدا اللي ما دهنتش ليهم الوجه ديالهم بالزيت من قبل ضروري ندهنهم غير بشويه، راه ما كتكثروش بزاف هما ديجا رطبين، غير هكا باش تيتحمروا دغيا وصافي. وهنايا كنبدا نقلب فيهم، كل وحده اللي تحمرات كنقلبها على الجهه الاخرى. ومره اخرى نقول لكم لا درتو على البوطه ولا على الضو، المهم خصها تكون المقله ما سخوناش بزاف، يعني ما فيهاش العافيه مجهده باش ما كتحركش لكم ديك الورقه. وحتى الحشوه اللي لداخل كترجع كتزيد تعلق، وبحال انا درت فيها الفرماج فداك الفرماج كيزيد يذوب اكثر. هنايا صراحه انا اليوم درتهم صغيورين ما يحتاجش انني نوقفهم، غير هكا قلت نديرها باش منين نكون نتكلم في الفيديو نتفكرها. الا درتو هكا دوك المربعات غلاض شويه ضروري توقفوهم هكا باش كيتحمروا الجناب، حيت كاين اللي كيديروهم غلاضين بزاف وما تيحمرهمش من الجناب تيجيو بيضين، يعني تتجي باينه ديك العجينه. صافي كتجي طايبه على هذا الشكل هذا، بارك عليها. هاد التحميره هذه مناسبه. المهم كيف قلت لكم، لا درتو هاد الرغيفات غلاض بزاف فحاولوا انكم تحمروهم من جناب. انا اليوم درتهم صغيورين ما يحتاجش، غير هي وقفتهم باش ما ننساهمش ونقولها لكم. وكنستمر هكا كنبقى كنقلب فيهم، واللي بانت ليا صافي خدات الكفايه ديالها من التحمار فكنحيدها. وكنحطوهم على شبكه، ما تنحطوهمش في الطبسيل او لا فوق من الورق ولا شي حاجه. راه شفتوني انا هنا كيف درت ليهم، لانهم تيعرقوا بزاف حتى غادي يدفاو شويه غادي نحولهم للطبسيل اللي غادي نقدمهم فيه. وكيجيو على هذا الشكل هذا بنان بزاف بهاد الحشوه اللي فيهم. واللي كيف قلت لكم تقدروا تغيروا فيها اي حاجه وديروا غير الخضيره، غير شحروها مزيان باش ما تطلقش لكم الماء بزاف وتقطع الورقه من بعد. الى عجبتكم وصفه اليوم فاكيد ما تنساوش جيم للفيديو. السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.